نظر عماد متعب، اهم المراكز اللي الاهلي محتاجها في التوقيت الحالي ايه؟ النادي الاهلي محتاج مهاجم. محتاج وينجين ايوه. مع اللعيبه اللي موجوده، يعني مش اللعيبه اللي موجوده تقعد، انا بتكلم مع اللعيبه اللي موجوده. محتاج صانع لعب مع قفشه. ممكن يحتاج سيرد باك تاني. بس على ما اعتقد ده اللي النادي الاهلي محتاجه في العناصر الاهم في التوقيت ده. مع رحيل كهربا في التوقيت الحالي. انا النقط اللي هي فيها لعيب يمشي ولعيب يقعد انا ما بحبش اتكلم فيها لان فيها متغيرات كتير. أيوة. ممكن بكره يحصل ظرف تلاقي كهربا. لا هو خلاص كهربا راح الاتحاد الليبي. انا بقول لك يعني ممكن يحصل ظرف تلاقي كهربا موجود، لكن في أيوة. الاخر كل التوفيق لكهربا. الراجل جه كان موجود في النادي الاهلي، لعب ولعب اساسي وكان هداف الفريق. جه وسام بقى موجود، بقى هو الهداف. وكهربا لما النادي الاهلي كان بيحتاجه كان اوقات بيبقى موجود، بعد شويه عن مستواه. ممكن يكون تقصير من كهربا، ممكن يكون وجهة نظر فنية، ايا ما يكون. في الاخر كهربا بعد شويه عن مستواه، فخلاص التوقيت الانسب ان خلاص انا دلوقتي الفتره مش بتاعتي مع النادي الاهلي، ممكن اخرج واشوف في نادي تاني عشان اقدر ارجع لمستواي، سواء بقى هرجع للنادي الاهلي تاني او هكمل مستقبلي في حته تانيه.